هلو كيكاتي شلونكم؟ اليوم حنسوي كيكة بالكرات. الكرات هاي مسويتها. مرة صورتها بس يعني ما نزلتها، بس هيج صورة وانتو حبيتوها قلتوا ليش ما صورتيها. هالمرة حصورها بس باللون السمائي، هي كانت لونها وردي. فهسه بالبداية عندي هذا هاي شوكولا بيضة ضفتلها هذا اللون مال الخاص بالشوكولا، لون سمائي أزرق. ضفت كلش قليل، أنا أريد تدرجات يعني لون سمائي فاتح ولون أغمق. هنا هسه ضفت له وضفت له قليل من اللون الأبيض، بس ما أعرف هذا اللون الأبيض ضفته وتندمت لأن أشوف بيه حبيبات ما جاي الذوب مالته. المهم وهنا عندي هاي الكرات، كرات الفنين. طبعا موجودة كل الأحجام عند أهل المطيبات، بكل يعني أي مطيبات عندهم. هنا ثبتت هذا العود بيها وغطسها بهذه الطريقة، شوفوا هيجي. نحاول نوصلها للعود. وبعدها بعد ما نكمل نسوي هذه الحركة حتى الشوكولا الزايدة كلها تنزل. اكو هاي الكرات يبيعوها جاهزة، اذا لو اكو اني كرات بهذا الحجم كان اشتريت منهم جاهزة. بس هذه الاحجام موجودة. هذا اعتقد الكيس ب2,500 اعتقد. بس هذا اللون السمائي أنا أريد هذا اللون، واللون بعد أغمق من عنده. طبعا هذا هم راح استخدمهن. المهم نسوي هذه الحركة، شوفوا شلون جاي ينزل الزايد كله. شوفوا بعدها نثبتها بأي فلينة عندكم. عندي أنا هاي الفلينة، شوفوا مسوية واحدة. هيك نثبتها بيها بهاي الطريقة. هيجي أسوي هذه الثانية. طريقتها طبعا كلش سهلة، ما يراد لها شي. إذا تردون تغلفوها بعجين السكر، بس أنا عندي هذه أفضل الطريقة، أفضل من عجين السكر إذا تغلفوها يعني. سهلة كلش وتطلع يعني حلوة. شوفوا أنا استمر أسوي هذه الحركة حتى ما يبقى عندي أي شوكولا زايدة، كلها تنزل. هنا هسه أريد اللون الأغمق منه. شنو حضيف بعد لون من هذا اللون الأزرق. شوفوا انطاني هذا اللون. هسه عندي هذه الكرة أصغر من هذيك الكرات بشوية. نغطسها نفس الطريقة. وهسه هاي الكرة حجمها أصغر، خليت لها هذا العود الصغير.
هسه عندي حتى من هاي الجاهزة أقدر أغيرها، أغلفها بهذا اللون. نفس الطريقة. طبعا اعذروني إذا صوتي يعني مطبق، بس لأن شوية مريضة. هسه هاي الكيكة عندي قياس 20، وغلفتها تغليفة خفيفة وخليتها على هاي القاعدة. هاي القواعد هسه يعني منزيها هواي بالمطيبات، موجودة عدة ألوان بها الوردي الفاتح والأبيض والسمائي والأحمر والأخضر. وطبعا سعرهم نفس السعر مال القاعدة لونها ذهبي، نفس الشي. هسه هنا أغلفها بالكريمة اللون الأبيض. هاي الكريمة سويتها كوب كريم بكوب ماي بارد كلش. استخدمت هالمرة الكريم الويبا. طبعا أنا مو شرط، يعني مرات استخدم الباستري شيف ومرات الويبا حسب المتوفر. هسه هنا أبدي أغلفها. هسه هنا نبدي نساويها، وأي كريمة زايدة نشيلها. هسه الأماكن اللي ما بيها كريم نضيف لها عادي. طبعا أنا مثل ما قالت لكم قبل، يعني كنت أقول لكم دائما أفضل كريمة عندي هي كريمة ويبا. بس الفترة اللي فاتت يعني ما أعرف، هي جت فترة انقطعت وبعدها رجعت، والمطيبات القريبة مني اللي أشتري من عندها ما متوفر عندها كان، بس هسه وفروا. فاشتريت يعني بستخدم باستر شيف. بس هسه بما إنه رجعت الويبا اشتريت من عندها. طبعا هي يعني قوامها كلش حلو، طعمها كل شي بيها حلو. وهنا بعد ما كملت تغليفها مثل ما لاحظتوا هاي الحواف ما دققت بيها كل الزين، لأن هسه حخلي كريمة هنا وهنا، فما دققت كلش. أهم شي الفوق عندي. هنا عندي هذا لون سمائي كلش يعني فاتح. بالبداية نبتي من الفوق. يجي يصير شكله. هسه هذا اللون الأغمق منه. هسه نسوي نفس الطريقة. هسه هنا بعد ما كملتها ونظفت القاعدة، هسه نخلي هاي الكرات اللي سويناها. هنا أخلي أول واحدة بس شوية قص. هنا أخلي هذا اللون الأغمق. هنا خليت هاي الكرات هيك صار شكلهم. طبعا هذا اللون الفضي هذا لونه هم يعني نفس السمائي. أكياس جاهزة بها كل الألوان. خليت كم وحدة من اللون الفضي وخليتهن هذني مثل ما شفتوا. عندي هسه هذا اللؤلؤ اللي حجمه يعني مو كلش كبير، وسط، فأخليه هيك بأماكن متفرقة. وعندي هذا التوبر باللون الفضي، أثبته هنا
وهذا رقم 2 سويته بالقطاعة بعجين السكر، هسه بس ألونه باللون السيلفر وحتى أثبته هنا. وهاي هنا بعد ما كملتها هيك صار شكلها. خليت الهابي بيرثداي ورقم 2 وهاي الهابي بيرثداي لونتها باللون الفضي سيلفر، عبارة عن باودر لون أضفت له قليل من الزيت وانطاني هذا اللون. أتمنى استفادتوا من هذا التزيين وأتمنى عجبكم هذا الفيديو وباي.